بص، هما كلمتين على السريع عشان عارف ان انت ثانويه عامه ازهريه، ثانويه ازهريه اسف، ومضغوط والدنيا معاك على القهوة. بص، هما كلمتين. الكلمه الاولى ان انت خلاص امتحان الفيزياء عدى بحلو بمر، صعب على الكل. لو مثلا انت متفوق او شاطر هتجيب مثلا 55، الشاطر برضه هيجيب 55. انت متوسط هتجيب مثلا 50، غيرك هيجيب برضه 50. الامتحان صعب على الكل، محدش يقدر يقفله طالما هو صعب على الكل، الا بقى لو هو الناس قالت ان هو عاوز وقت زياده، الناس قالت ان هو في افكار وكل الكلام ده. فكده كده طالما صعب على الكل، الا لو في حاله في غش، لو في غش وسماعات، لو حد من بره هيساعده فهو هينجز اكتر. دي الفكره، بس زي ما حصل السنه اللي فاتت في الثانويه العامه. خلاف كده كل واحد هياخد مجهوده وكل حاجه هتترتب. يعني مثلا امتحان لما يجي صعب التنسيق هيقل، دي طبيعي. امتحان لو جه سهل التنسيق هيعلى، الناس هتحل كويس، وهكذا. كل ماده اعمل حسابك ان لو الامتحان صعب التنسيق هيقل، امتحان سهل التنسيق هيعلى. بسيطه. فمثلا انت لو نفس امتحان ده 5 او 10 درجات، الخمس 10 درجات دول مثلا ب 2% او ب 1%. ال 1% دول كده كده كل الطب هتنزل 1 او 2%. ليه؟ عشان الامتحان صعب على الكل ودي الدرجات. طيب هنزل لك بقى في الامتحان في الفيديو ده حل الامتحان. انت لو طالب بتخاف من المراجعه ما تراجعش، لو طالب بتتوتر او بتخاف من المواد اللي بعدها، لو الدنيا تتربك معاك ما تراجعش، او لو طالب بص لو مش هتعرف تخش الامتحان الجاي غير ما تراجع، راجع. انا نزلت الامتحان عشان الناس عاوزه الاجابات وعاوزه تراجع. الاجابات دي وصلاني من حد حللها يعني بايده، وباذن الله تستفادوا. لو انت بتخاف ما تراجعش، عشان انا كنت في ثانويه عامه في امتحانات كنت خايف منها ما راجعتش. خلاف كده كمل الفيديو وراجع. لو انت مش هيهدى لك بال غير لما تراجع. بس كده، وربنا يوفقك ويكرمك يا رب. هو كده المراقبين يعني باذن الله او المصححين هيرقفوا بيكم في المقال باذن الله رب العالمين بعد اللي حصل ده، وباذن الله يعني الامتحانات الجايه تكون كويسه عشان التنسيق والمتوازي. بس كده.